العاشرة تماما بتوقيت أسمر، إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. تحصيل ضريبة المواشي والزراعة الريفية في القاشبركة. تسيير أعمال ناجعة لمكافحة العمى في شمال البحر الأحمر. نفير تنموي في فلفله. نزوح أكثر من 200 ألف بسبب العنف في أفريقيا الوسطى. إيران ترفض التراجع عن خطواتها النووية قبل رفع العقوبات الأمريكية. وطائرات حربية صينية تثير غضب واشنطن وترقب لرد أمريكي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي بأن هذا العام سيشهد عملا قويا فيما يتعلق بتحصيل ضريبة المواشي والزراعة الريفية التي لم تمنح اهتماما أكبر في السابق. وذكر في اللقاء الذي أجري في 26 و27 من يناير في حاضرة الإقليم مدينة بارنتو للتباحث حول تنفيذ برامج 2020 ووضع خطة عمل لعام 2021. كما أوضح السفير محمود في اللقاء أهم البرامج التي تمنح اهتمام أكبر على ترتيب عمال إدارة الإقليم وكذلك عمال مديريات الإقليم، وتطور أنشطة التنمية المروية وتقوية التحضيرات المسبقة للزراعة المطرية وتشطيب المشاريع المتنقلة لفترة أخرى وتسوية الخلافات والقضايا الشعبية. وفي التقارير التي قدمها مسؤول الأقسام ومدراء المديريات أشاروا إلى إنجاز أعمال نموذجية تمثلت في تنفيذ وتطبيق القيود والتعليمات الصادرة لمكافحة كوفيد-19 وتقديم تبرعات لتنمية صندوق تصدي كوفيد-19، بالإضافة إلى دعم أهلي لمساعدة الجهات المحتاجة. وفيما يتعلق ببرامج التنمية، أوضح اللقاء تسيير أنشطة فعالة لحفظ المياه وحماية التربة وتقوية أنشطة الزراعة المطرية وصيانة الطرق وضمان الإصحاح البيئي، بالإضافة إلى اللمسات الأخيرة لبناء 36 مدرسة شرع العمل فيها 2020. وأكد المشاركون تعزيز دورهم لإنجاح البرامج الموضوع للتنفيذ هذا العام، مناشدين إدارة الإقليم لحل النواقص خاصة التي تعاني منها المديريات بالتفاهم مع الجهات المعنية. وذكر حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي في ختام اللقاء تدني الإنتاج الزراعي نتيجة لبدء الأمطار متأخرة وتوقفها سريعا خلال 2020، داعيا للتحضير المسبق بالاستفادة من خبرات هذا العام في الأنشطة التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي. تقوم وزارة الصحة بجهود مقدرة لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والعمى في مختلف مناطق البلاد. ويشهد إقليم شمال البحر الأحمر أنشطة فعالة لمكافحة العمى. التفاصيل في التقرير التالي للزميل قاسم أحمد. أعلن مسؤول السيطرة على الأمراض غير المعدية في مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد فسحية قرقيس في لقاء له مع وكالة إرينا، أعلن عن تسيير أنشطة ناجعة لمكافحة العمى في الإقليم. وأوضح السيد فسحية بأن التراكمة وزرقة العين وتمزق القرنية والغمش من أهم الأمراض المؤدية لفقدان البصر، ويجري العمل للقضاء على التراكمة إضافة إلى مكافحة الأمراض الأخرى. وبموجب ذلك أبرزت أعمال الاكتشافات التي أجريت عام 2006 بأن نسبة الإصابة بمرض التراكوما في مديريات نوفا وأفعبت وشعب وقندع ومسوع كانت ما بين 5.5% إلى 10.3%، فيما أوضحت الاستكشافات التي أجريت بعد توزيع الأدوية في الفترة ما بين العامين 2014 و2019 انخفاض نسبة الإصابة في مديريات نوفا وأفعبت ومسوع إلى مستوى 0% وتحت 1% في كل من مديريات أدوبحة وشعب وقندع.
وذكر بإنشاء مراكز لفحص وكشف النظر في مستشفيات مصوع وقندع وفعبته لمكافحة العمى قبل استفعاله. وظلت تقدم تلك المراكز خدمات منتظمة، مشيرا إلى أن عدد غفير من المواطنين حصل خلال الأعوام الخمسة الماضية على خدمات فحص العيون وتوزيع الأدوية ونظارات طبية. وأردف السيد فالسحية قائلا إن المواطنين القاطنين في المناطق البعيدة يحصلون على تلك الخدمات عن طريق تنظيم حملة شاملة، ويتم نقل الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفى مصوع المتسلح بالكادر الصحي الكفو وأجهزة طبية متكاملة. وعبر كل من خبيري جراحة العيون سامي الكبدي وأدحن مرضى عن أمنياتهم الكبيرة في تقديم خدمات متميزة لطب العيون في حال اكتملت بعض النواقص النادرة التي يعاني منها المستشفى. وأعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر عن استعداده لتسيير خدمات جراحة العيون في مديريات أفعبت ونوفا وأدوبحة وقرورة، آخذا في الاعتبار تحديات المواصلات ووعورات الطرق. ونوه إلى استعداده التام لبدء العمل في وقت وجيز في مستشفى أفعبت بتوظيف كادر صحي كفو أجهزة طبية متكاملة. وتفيد مستندات مستشفى مصوع بأن المستشفى شهد خلال 5 سنوات مضت إجراء عمليات جراحية لأكثر من 2000 مواطن كانوا يعانون من إشكالية النظر. يقوم سكان ضاحية فلفلة في مديرية هبرة بأنشطة نفير تنموي بالتعاون مع أعضاء قوات الدفاع، ويشمل النفير الجاري منذ شهر يوليو 2020 حماية التربة وحفظ المياه وبناء المدرجات وصيانة الطرق وإصحاح البيئة. وأوضح مدير ضاحية فلفلة السيد محمد سعيد إدريس تغطية مساحة حوالي 32 كيلومتر في العمل الجاري حتى الآن. وأشار السكان إلى أن الأنشطة التي يقومون بها لإصلاح الطرق خفضت من إشكالية المواصلات، منادين لإيجاد حل دائم للأضرار التي يسببها على الممتلكات فيض النهر عنسبة في منطقة دادو في مديرية حمل مالو. شهدت إدارة ضاحية إيرا تحتاي في مديرية علبرعد تقديم دعم مالي بقيمة 109 ألف نقفة ل73 مواطن محتاج. أوضح مدير الضاحية سيد جابر تخلاي توزيع الدعم المرسل من المواطنين المقيمين في دول أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا إلى المواطنين المحتاجين المنتخبين من قبل إدارة الضاحية. وشكر الحاصلون على الدعم على المساعدات التي تقدم من المواطنين في الداخل والخارج. استشهد فجر اليوم 31 من يناير المناضل معاق حرب التحرير تسفاي برهاني هبتماريام عن عمر 70 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل تسفاي برهاني في صفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مارس عام 1975 وأصيب بجراح بليقة في الظهر تسببت في شلل الأطراف السفلي من معركة جسمه في معركة دباروا شهر ديسمبر 1976، وظل تحت رعاية الجمعية الإريترية لمعاق الحرب حتى 2002، وبعد ذلك وحتى استشهاده تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في معسكر دندن. وقد وري جثمانه ثرى الظهر اليوم في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها البليغ لاستشهاد المناضل تسفاي برهاني، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يربو على 200 ألف شخص فروا من القتال في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ اندلاع العنف عقب إعلان نتيجة انتخابات في ديسمبر. وأضافت أن نحو نصف هذا العدد عبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيتشاركوف في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف.
ولفت تشيركوف إلى أن 13,240 شخصا عبروا الحدود إلى الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو منذ اندلاع العنف في البلاد، فيما لا يزال 100,000 شخص نازحين داخليا داخل جمهورية إفريقيا الوسطى وفقا للأرقام التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. والأسبوع الماضي دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى مانكور ناداي إلى إرسال المزيد من قوات حفظ السلام والمعدات وسط تصاعد العنف. وتعاني إفريقيا الوسطى من صراعات مسلحة، فيما انهارت مرارا محاولات التوصل لسلام دائم في ظل سيطرة جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي في اسطنبول إن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات. وقد أعلنت الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن أنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب في 2018، لكن واشنطن وطهران تنتظران أن يبدأ الآخر بالخطوة الأولى. ودعت تركيا الولايات المتحدة إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 وإنهاء العقوبات المفروضة على طهران خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وعبر وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني في اسطنبول عن أمله أن تعود إدارة بايدن إليه وأن ترفع العقوبات عن إيران. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش قد دعا الولايات المتحدة وإيران إلى العمل معا للخروج من المأزق الحالي بشأن الاتفاق النووي الدولي الموقع مع طهران، مشيرا في الوقت نفسه بأنه لا يتوقع نتيجة سريعة. أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات عسكرية صينية كانت قد حلقت فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي لم تشكل أي تهديد في أي وقت لمجموعة حاملات طائرات أمريكية بالمنطقة، لكنه وصفها بأنها كانت مثالا لزعزعة الاستقرار ونهج بكين العدائي. وذكرت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأمريكي في بيان أن مجموعة حاملات الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحي البحرية والجو لجيش التحرير الشعبي، ولم يشكل أي تهديد في أي وقت لسفن وطائرات وبحارة البحرية الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الطائرات الصينية ظلت على مسافة من السفن البحيرة الأمريكية أو البحرية الأمريكية لم تقل عن 250 ميلا بحريا. وتزعم الصين أحقيتها في كل مساحة بحر الصين الجنوبي تقريبا، وأقامت قواعد عسكرية في جزر صناعية بالبحر الغني بموارد الطاقة. لكن بوروندي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بأحقيتها في أجزاء من البحر. انتهت النشرة، إلى اللقاء.